ونحيي كل أهالي ولاية جندوبة، ونحب نرحب ترحاب خاص بشيخنا رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي. نحب نرحب بكل اللي حضروا معانا اليوم، وترحيب خاص بالناس اللي ما نجموش يحضروا معانا، ونحب نرحب بالنساء اللي حاضرين معانا اليوم، وخاصة النساء اللي ما نجموش يحضروا معانا. نرحب بكل النساء ونحيي كل النساء اللي يخدموا، النساء اللي اليوم في الدار ولاهين بأولادهم بعائلاتهم. نحب نحيي النساء اللي تخدم في الفلاحة واللي محرومة من أبسط حقوقها المهنية واللي من حقنا إنه ندافع عليها. حركة النهضة تؤمن بحقوق المرأة، تؤمن بضرورة المحافظة على مكاسبها ودعم المكاسب هذه وحمايتها، وخاصة حمايتها من كل أشكال التمييز والعنف. حركة النهضة تحب المرأة التونسية مرتاحة، وعلى هذاك كان مقترحنا في برنامجنا الانتخابي إنه نرفعوا من مدة راحة الأمومة من 2 ل3 أشهر، وإنه نمتعوا المرأة التونسية بحقها في أجر كامل مقابل إنه تخدم ثلثين الوقت مدة 2 عام. حركة النهضة راهنت على وعي المرأة كيف راهنت على الشباب، وهنا نحب تحية خاصة لرئيس حركة النهضة اللي ترفع وتعفف على كل مسؤولية تنفيذية في الدولة، واللي حط مصلحة تونس فوق كل مصلحة حزبية ومصلحة شخصية. رئيس حركة النهضة اللي ديما يقول خلي نعطيه فرصة للشباب، لأنه الشباب هذايا هو صانع الثورة وهو اللي قادر يحميها، أما لازمنا نوفروا له كل الإمكانيات باش يكون شباب فاعل وناجع. محبة تونس مش كلام، هذا مش مجرد شعار، هذه قناعة. ولأنه محبة تونس مش كلام لازمنا الناس الكل نمشيو نهار 26 أكتوبر 2014 ونختاروا اللي نحن مقتنعين به، وخلي خيارنا محكوم بزوز حاجات. الحاجة الأولى مصلحة تونس، والحاجة الثانية إنه ما نرجعوش للاستبداد وما تضيعش دماء الشهداء اللي بدات من الحركة الوطنية حتى لشهداء الثورة. ربي يبارك فيكم الكل، وإن شاء الله يوم 27 أكتوبر نحتفلوا مش بانتصار حركة النهضة أما بانتصار تونس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.